في كتير في الفترة الأخيرة كان بيسأل على التكريم وكان بيقول اللي اتكرم ده وصل لكده إزاي؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده صح لازم نشوف حد من النجوم اللي اتكرمت ونعرف هو قدر يوصل لكده إزاي ونتعلم ونطور علشان نقدر كما نكون موجودين في التكريم القادم. يا ماهر، هو انت اتكرمت في الربع الاول؟ بجد مبروك يا نجم. علمنا بقى ايه السر. الله يبارك فيك يا سامي. الصراحة في حاجة مهمة لاحظناها كلنا وإحنا بنتكرم، إن كلنا كنا بنبدأ يومنا قبل ما الأوردر أصلا يوصل لنا. يعني الشغل قبل الشغل دي جديدة يا عم ماهر. أنا بسميها تنسيق الشغل أهم من الشغل نفسه، ودي اللي فرقت معايا يا فارس. تعال أقولك إحنا بنبدأ اليوم إزاي. أول حاجة بصحى بدري شوية وأتحرك قبل ميعاد الشغل بوقت كافي، علشان أي ظرف في الطريق ما يبقاش حجة. قبل ما انزل من البيت اتاكد ان لبسي نضيف شكلي مهندم. احنا واجهة الشركة. بتاكد من شحن موبايلي كويس واراجع باكة الانترنت علشان كل شغلي على التليفون. اراجع المحفظة، بتاكد انها مصفرة والايداع اتحول. لازم يكون معايا فكة. بمر على البنزينة افك فلوس. براجع جروب الهب علشان لو في اي تعليمات من المشرفين. اتاكد من حالة العربية، الزيت، الكاوتش، البنزين. واول ما اوصل الهب بدخل أسجل اسمي عند موظف الأمن، طبعاً بعد ما أركن عربيتي وأقفلها وأتأكد إن مش عامل مضايقة حد. طب ما احنا كمان بنوصل في الميعاد صح، بس الفرق إني بحسب الطريق والزحمة وبتحرك بدري، ومش كل مرة هتسافك الظروف. طب وبتعمل ايه بقى لحد ما تستلم الاوردر؟ ولو مش هساعد في التوزيع بقف مع الزملاء ونتكلم عن شغلنا، نراجع خط السير ونتأكد إننا واقفين بمنظر يليق. وإحنا واقفين لازم نفتكر إننا في الشارع، مفيش صوت عالي ولا كلام جارح ولا تصرفات غريبة. إحنا بنمثل بوستة. أنا كنت بعمل حاجات من دي بس كنت شايفها تفاصيل ملهاش لازمة. هي التفاصيل دي اللي بتفرق. عميل يشوفك شيك ومحترم هيرتاح وهيعرف إنه بيتعامل مع حد محترف. ليه هي الحاجات دي ممكن تفرق؟ أكيد كل حاجة صغيرة في التفاصيل بتفرق. أنا مش أحسن من حد فيكم، بس في فرق إن في التزام بالتفاصيل قبل ما الأوردر يوصلني على الأبليكيشن. التنظيم بيخليك طول اليوم دائماً سابق بخطوة. طب احنا ممكن نبدأ من بكرة؟ ابدأ النهاردة والنتيجة هتوصلك أسرع مما تتخيل. أنا قررت أضبط كل حاجة من دلوقتي. حتى أنا هجرب أعمل اللي بتقوله الأسبوع ده، ولو النسبة زادت ليك عندي واحد عصير على حسابي. معكم محمد زيادة، كوتش النجوم. شكرا لدعمكم مع نجوم بوسطة، إحنا دائما في السماء.